كيفك حبيبتي؟ شوفي اقعد. سيد جاد، احكي لي بالتفصيل الممل، كيف سولت لك نفسك تعمل هذا الفعل المشين؟ فعل مشين؟ ليش أنا شو عامل وماني دريان؟ لا تكذب علي، أنا بكشف الكذب عن بعد 100 متر. كذب شو؟ فعل مشين شو؟ احكي لي بالتفاصيل، كيف خبرت أمك عن المشروع الجديد والأموال الطائلة اللي رح تاخدها من وراه؟ والله يا لارا أنا ما حكيت. آسف، قصدي سيدي أنا والله ما حكيت. لا حكيت لها، وأنا مصادري موثوقة. مو بس هيك، لأضرب حكيت لها عن أرض الزبداني وشقة يعفور. اعترف. سيدي أنا من تمي ما طلع ولا حرف. اعترف عم قلك. اعترف. والله ما قلت لها يا سيدي. نحن مو اتفقنا السرية ثم السرية ثم الكتمان؟ وإنه ما تجيب سيرة لأهلك، وخصوصاً عن شقة يعفور، كرمال ما نوقع بعي ومشاكل وصيفية عنا ومصاريف وما بعرف شو، والأهم من هذا وكله إني رح أهلك من الخدمة عليهم؟ معك حق سيدي، معك حق، بس أنا يعني معاليكم هيك بهمني رضاكم وراحتكم. مزبوط اللي عم تحكيه، بس يعني هذا الحكي لو صاير ساوي اللي بدك اياه، بس هو مو صاير. ها شفت كيف وقعت بلسانك؟ اعترف شو حاكي لأمك. بالحقيقة عن جد سيدي انتوا طلعتوا بتعرفوا كل شيء. ايه بصراحة قلت لها كل شيء. هي سألتني وأنا حكيت. تعرف سيدي يعني هي نبع الحنان، بس تحكي أنا بضعف. بقيت لها الخمير والفطير. لك أنت خليت بالاتفاق، نحن مو اتفقنا السرية ثم السرية ثم الكتمان؟ بوس إيدك يا سيدي، هي آخر مرة. الو، اهلين امي، اهلين حبيبتي يا نبع الحنان كله. كيفك يا حبيبتي؟ والله اشتقت لك كتير. وانا اشتقت لك كتير تقبريني. طمنيني امي، كيفه جاد؟ وشو اخبار المشروع الجديد؟ يعني ان شاء الله وقع العقد وصارت البحبوحه بين ايديه. ايه امي، ايه اشتقت لك كتير. ايه حبيبتي، انا بدي اياكي تشتاقي لي لما تستلموا الشقه تبع يعفور، وقتها بتشتاقي لي منيح. ماشي حبيبتي؟ ايه امي ايه. صحيح امي، طمنيني ان شاء الله عم تجي مصاري لجوزك من اسهم البنك. مو مشان شيها، بدي اطمن عليكي بس. امي بحكي معك بعدين لانه عندي كتير شغل. يلا باي. باي حبيبتي، باي. شو يا بيبي؟ على أساس السرية ثم السرية ثم الكتمان. حبيبي هي امي نبع الحنان. طبعا نبع الحنان نحن ما بصير نغضبهم. ليش؟ لأنه احنا ما بصير نخبي عليهم شيء أبدا. ما هيك؟ ما هيك؟